السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني كتير. النهاردة باذن الله هنعمل وجبة خفيفة كده سهلة ان انت تعمليها وطعمها تحفة. هنعمل حاجتين، يعني كرنبيط بالشكل ده زي ما انتم شايفينه كده، وكرنبيط هعمله زي العجة، اقراص العجة كده. واتمنى ان انتوا تعملوا الوصفة دي وتجربوها، وهي سهلة جدا. ونبدأ بقى ان شاء الله باذن الله. بالاول نقول الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، ونصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. تعالوا معانا نشوف المقادير ايه. دلوقتي هقول المقادير ايه: كرنبيط مسلوق، كزبرة خضراء، بصلاية خضراء، وفلفل اخضر، حتة فلفل حار، زنجبيل، وبصل، ده توم، دقيق، وزبادي، وبيض، معلقة الصلصة، بيكنج باودر، ده بهارات، وشوية قرفة، كزبرة ناشفة، وزعتر، وكمون حب، وكمون مطحون. اوريكم كده، همسكه كده اقطعه بالمقص عشان هحط له دقيق واعمله زي قراص الكرنبيط. بنتي بقى قالت لي ايه: انا مش هاكل الكرنبيط ده، اعملي لي الكرنبيط اللي هو سليم ده، وانت اعملي لنفسك الكرنبيط بقى اللي انت هتعمليه كفته. فانا سمعت الكلام. ديمقراطيه جدا بصراحه. اعمل كده التوم بتاعي كده، وحته الزنجبيله كده زي ما انتوا شايفينها، والبصلايه دي اقطعها حته صغيره كده، شويه الحر بتاعنا دوت، حاجه بسيطه جدا ماشي. وهعمل شويه الفلفل بتوعي صغنطتين قوي دولت، ومعلقه الصلصه بتاعتي. كل ده بضربه هنا اهو، واقلب كل التوابل بتاعي كده عشان هاخدها للطريقتين بتوعي. اعمل كده معلقه كده كبيره، شويه الكزبره، واحط البيضه بتاعي، واحط الدقيق كده، وهاخد مع نص الزبادي ده هحطه هنا. هحط هنا بيكنج باودر زي ما انتوا شايفين، وايه، احط شويه الميه كده واضرب كده. ضربت كل حاجه، احط كده اخليها تتشرب كده منها. طبعا اللي عايز يضيف ليمون، خل، براحته خالص حسب الذوق بتاعكم. احنا ممكن نعمل اكله دي صيامي لو شلنا منها البيض وشلنا منها الزبادي، بدل الزبادي نعمل ميه، ما نحطش بيضه كده. خلاص اسيبها تتبل كده. انا مش عايزه انعم البصله في الكبه، انا هعملها ايه، افرمها كده على ايدي كده، الفلفل كده انا عايزاه خشن كده زي ما انتوا شايفين. البصله الخضراء دي عايزاها خشنه، مش عايزاها تنعم. عايزاكم تجربوا الوصفه دي، حلوه جدا. احط الكزبره بتاعتي كده، هي عامله زي العجه شويه ماشي. احط التوابل زي ما انتوا شايفين كده، واحط الزبادي بتاعي، احط الزبادي كده، وصفة جميلة جدا وسهلة بتقضي. يعني لو الواحد مش زهقان من اللحمة، زهقان من الطبيخ، يقوم يعمل دي بسرعة، مش هتكلفكوا حاجة يعني. شوية البيكنج باودر
شفت هنا شويه الدقيق بتوعي كل اضربهم هنا. شفتوا كده خلاص ضربتها. شفتوا عامله ازاي اهي شكل الكيكه شويه. ريحتها حلوه قوي وهي نيه كده ريحتها جميله. بس كده يا حبايبي زي ما وريتكم كده خلصت. هحمرها وخلاص. ماشي. لو احتاجت شويه دقيق هنحط لها بحيث انها ايه تمسك في بعض. هي عامله زي العجه شويه كده. زي ما انتم شايفين احنا خلاص خلصنا الكميه بتاعنا اللي هو الكرنبيط التحفه الروعه. دي صاحبتي اللي قلت لكم عليها اللي هي في الاردن اللي علمتني الطريقه دي. بصراحه تستحق التجربه، تحفه وجميله، واتمنى ان انتم تجربوها، واتمنى ان انتم تدعموا قناتي وتعملوا سبسكرايب وتعملوا لايك وكومنتات وشير ولايكات حلوه زيكم كده ان شاء الله، وتفعلوا لي الجرس عشان يجيلكم كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.